أهلا بكم متابعي القناة. في هذا الفيديو باش نحكيو على أقوى مسددي الركلات الحرة المباشرة في تاريخ تونس. 10 لاعبين باش نذكروهم تميزوا باحترافهم في تسجيل المخالفات المباشرة واللي كانت عندهم بمثابة ركلة الجزاء. ملاعبية كانوا اختصاصيين الركلات الحرة في أنديتهم وسجلوا منها عدة أهداف وصحيح باش يتعاودوا. باش نذكروهم ونشوفوا أجمل أهدافهم من الكرات الحرة المباشرة. أول لاعب باش نذكروه هو واحد من أساطير الترجي، العيادي الحمروني الملقب بالجوهرة السوداء. لعب المكشخة ما بين سنتي 1990 و2000 ويعتبر من أقوى الملاعبية اللي مروا على النادي. اشتهر الحمروني بتسجيل المخالفات المباشرة ووصل حتى سجل ركنية مباشرة. يتميز بقدم يسرى تعتبر من الأفضل في تاريخ الكرة التونسية. إليكم البعض من أهدافه. عبد القادر بالأحسن طبعا تتنفذ والهدف رائع، هدف ثالث ممتاز جدا. سلسلة متاع الفرص الضيعة كان العيادي الحمروني بتسديدة ما يعرف سرها كان هو يفتتح نتيجة في الدقيقة 30. العيادي الحمروني اللي صنع الفرجة منذ دخوله في الشوط الثاني بتسجيله وبطريقة سحرية الهدف الثالث في الدقيقة 38 من الشوط. اللاعب الثاني اللي باش نذكروه هو اسكندر السويح، واحد من أساطير النادي الصفاقسي اللي لعب معه لمدة طويلة من 1992 ثم انتقل للترجي في سنة 2001 وقعد معه حتى عام 2005. ملاعبي فنان في الملعب وعنده لمسات سحرية وتمريرات رائعة، وهو من اللاعبين اللي يحفظوا تسجيل كرات ثابتة وسجل منهم في برشا مناسبات. السويح ينفذ كرة في الشباك، السويح والهدف الثالث. اسكندر السويح في التنفيذ ينفذ عالية والهدف. تنفيذ السويح والتونسي وافتتاح النتيجة أرضية وهدف ومباشرة بالشباك. موجود اسكندر السويح. شوط أول السويح يعود بالترجي في فترة حساسة. في المخالفة مباشر وباهية من كذلك من أقوى المنفذين التوانسة للكرات الحرة أنيس بن شويخة، لاعب نادي حمام الأنف اللي لعب بألوان الهمامة من سنة 1996 إلى 2013. بن شويخة يعتبر من أقوى اللاعبين اللي مروا بالنادي ويتميز بفنيات عالية ومهارات متميزة. كان يسجل عديد الأهداف من الركلات الحرة بطريقة رائعة. من أعلى طراز وحكم محنك أنيس بن شويخة على مستوى القائم الأول والهدف الأول. الهدف اللاعب التالي هو علي معلول اللي لعب مع النادي الصفاقسي من 2009 إلى 2016 ثم انتقل إلى النادي الأهلي. معلول واحد من أقوى الأظهرة للكرة التونسية، كان يسجل عديد الأهداف خلال فترته مع السي اس اس ومنهم برشا مخالفات مباشرة، وحتى مع الأهلي كان سجل هدف رائع من مخالفة مباشرة. هدف ممتاز وجميل جدا من علي المعلول. هذه يمشي علي معلول ينفذ كرة حطاله اتكلم بالباهي. مخالفة علي المعلول ينفذ المخالفة والهدف الأول لصالح معلول. يرفع الكرة وتتعدى الكرة والهدف الأول. الهدف الاختصاصي الأول في تسديد الركلات الحرة في النادي الإفريقي منذ مدة طويلة هو اللاعب زهير الذواتي اللي لعب بقميص الأفارقة منذ 2006. زهير سجل عديد الأهداف من مخالفات مباشرة وعنده ساق يسار متميزة في التسديد. بأهدافه الجميلة يستحق عن جدارة أن يكون في هذه القائمة. الإفريقي زهير الذواتي والهدف الثاني. قلت زهير كرة ثابتة الإفريقي زهير الذواتي بامتياز سدد وسجل. سليم المزليني والكرة الثابتة لزهير الذواتي والهدف الأول. واضح زهير الذواتي مرة أخرى والهدف الثالث رائع. في اللقاء محاولة يبحث من خلالها تسديدة تأتي
زوادي قل زواير الذات. ثم لدينا لاعب آخر تميز في هذه الطريقة من تسجيل الأهداف، اللاعب نور حضرية اللي لعب مع الأفريقي من 2005 إلى 2011 ثم مع نادي البنزرتي من 2011 إلى 2015. هذا اللاعب كانت من أقوى خصاله تنفيذ الكرات الحرة المباشرة باحترافية وسجل منهم عديد الأهداف. مخالفة وراء الكرة ديما من نادي البنزرتي، أحمد الحران نور حضرية التسديد والهدف، الهدف الأول للنادي الرياضي البنزرتي. حضرية ينفذ هدف ثاني لصالح النادي الرياضي. الدقيقة 13 مايسترو الفريق ومفاجأة الموسم اللاعب نور حضرية يفتتح النتيجة. من أقوى المنفذين التوانسة للركلات الحرة المباشرة وائل الخزري نجم المنتخب التونسي في الفترة ما بين 2013 و 2022. الخزري كان احترف في عديد الأندية الأوروبية مثل بوردو وساندرلاند وسانت إتيان ومونبلييه، واشتهر بتسجيله عدة أهداف من مخالفات مباشرة حتى مع المنتخب التونسي. لطالما كان يسجل أهداف رائعة وهو واحد من أقوى اللاعبين في تاريخ تونس. بالرجل اليمنى اكتفى بالمتابعة كابيلو ديمبي في تمرين يحفظوا الخزري واللي يتمثل في تنفيذ المخالفات بعد ما نفذ كرة ثابتة غلط بها الحارس ويعطي يمشي بالكرة وائل الخزري حطاله، الله ما شاء الله تبارك الله، الله يا ما شاء الله. هدف التعادل لعناصرنا الوطنية، المحاولة والهدف، قلت نجم وائل الخزري وهو اللاعب التالي هو تيجاني بالعيد، اللاعب السابق للنادي الافريقي. بعد ما مر على عديد الانديه الاوروبيه انتقل الى الافريقي وقضى معه فترتين، الاولى ما بين 2014 و2016 والثانيه ما بين 2017 و2019. ما سجلش برشا اهداف مع الافريقي، لكن اغلب الاهداف اللي سجلهم كانوا من ركلات حره مباشره، واشهرهم المخالفه المباشره في الديربي ضد الترجي. سر الطالبي كرة من التيجاني بالعيد يلعب جول، الله بالعيد مبارياته يعطي الإشارة للتيجاني بالعيد، هدف أول للإفريقي. المخالف في التنفيذ تيجاني بالعيد في زاوية صعيبة والبقية كرة في الشباك، والهدف الأول في اللقاء. الدقيقة 25 أدرك بعد ذلك تيجاني بالعيد التعادل الإفريقي من ركلة حرة غلطت الحارس نوار. من أفضل منفذي المخالفات المباشرة في تاريخ تونس سعد بقير اللي لعب مع الترجي وقبله الملعب الجابسي، لعب مع ستيدا من 2012 ل 2015 ومع المكشخة من 2015 ل 2019 قبل انتقاله للسعودية. سعد يمتلك قدم يسرى ذهبية، كانت تقريبا كل مخالفة يحطها في الجول، دخل قلوب المكشخين من خلال أهدافه الرائعة من الركلات الحرة. يتولى التنفيذ، سجل الهدف سعد بقير. جيد هل يباغتني سعد بقير، تقريبا المكان نتاع المخالفة السابقة سعد بقير هو الهدف الأول. بقير على التسديد، جول. شفت سعد والتصويبة قوية والهدف تنافس سعد بقير وفي المرمى الهدف الأول للمنتخب الآن وفي هذه اللحظات الحظ يمون مشاعر الجماهير. ياتي يمشي سعد بقير حاط الكورة هدف وأخيرا واحد من أقوى المنافذين على الإطلاق حمزة الأحمر، لاعب النجم الساحلي منذ 2012 حتى 2021، وكان خرج في تجربة قصيرة للكويت. هذا اللاعب سجل العديد من الركلات الحرة المباشرة وفي مباريات كبيرة وحاسمة، يخليك تظن أنه تسجيل المخالفة أمر سهل جدا. جمهور النجم كانوا يعشقوه لأجل احترافه في تسجيل الكرات الثابتة، حقا صعيب يتعاود ملاعبي عنده نفس هذه الميزة. بدل مع رامي كيفاش باش تكون مع معز حمزة الأحمر، والتصويبة والثاني الأحمر كيفاش باش يكون التنفيذ، ينفذ حمزة شلا يهتدي النجم للتسجيل، حمزة الأحمر والهدف، قلت إن شاء الله في ذا المخالفة الأحمر يصوب وهدف أول النجم فرانك كومو. حمزة الأحمر وهذه إعادة الهدف حمزة الأحمر
حمزة الأحمر الهدف الأول واضح. أحمر هذوما الكرات نتاعو، هذوما الكرات نتاعو. والتنفيذ حمزة الأحمر يلعب الكرة والهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي. النجم الساحلي الشياطين الحمر، كرة جول المساكني. إذا حمزة الأحمر ممتاز جدا. حكينا على 10 لاعبين توانسة ألقوا في تنفيذ الكرات الحرة المباشرة وأبدعوا في تسجيلهم. إذا تفكرت من لاعبين ما ذكرناهوش في الفيديو قولوا لنا عليه في التعليقات، وقولوا لنا زاد شكون أحسن منافس تونسي في التاريخ للمخالفات المباشرة حسب رأيكم. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تضغطوا زر اللايك وتشتركوا في القناة باش تشوفوا المزيد من محتوانا. سلام.